طلعت باسبور وبطاقه جديده وموقف من التجنيد عشان خاطر حاجه واحده بس انا كنت شايفها فرصه بالنسبه لي، هو مؤتمر المليار متابع اللي معمول في دبي. عايز اقول لك تقريبا انا من اصغر صناع المحتوى اللي مبعت لهم الدعوه دي ببلاش، كل ده بعد فضل ربنا طبعا بسبب فيديوهاتي اللي انا بقدمها ومجهودي اللي انا بعمله فيها. وكنت فعلا محضر نفسي ان انا اسافر دبي، بس بيني وبينك ودي مش من عادتي الصراحه، انا تراجعت في اللحظه الاخيره، حسيت انها مش فرصه كبيره قوي. ايه اصلا السبب اللي خلاني اسيب شغلي وقناتي وكل حاجه لمده اسبوع عشان خاطر اسافر دوله ثانيه واحضر مؤتمر انا مش من اكبر 20 صانع محتوى موجودين فيه؟ عارف ان ممكن الموضوع يبان لك جنون، وفي ناس كتير تقول لي في الكومنتات دي فرصه وانت ازاي تضيع فرصه زي دي، بس خليني اقول لك كلمتين، اوعك تخش مكان انت مش متقدر فيه. صراحه بالنسبه لي التقدير في المؤتمر ده بس ان تكون صورتي من اكبر 20 صانع محتوى موجودين في المؤتمر. عشان كده انا هعمل التحدي ده وهشوف انا بعد سنه وصلت فين. ان بعد سنه ان شاء الله ان ما كانتش صورتي من ال 20 صانع محتوى المؤثرين اللي هيكونوا في المؤتمر، فهكون على الاقل وصلت مليون في السوشيال ميديا. مش كده وبس، بالحساب هيكون متوسط عشان خاطر ساعتها لما اروح دبي اروح وانا حاسس فعلا ان انا متقدر. عايزك تعمل سيف للفيديو ده عشان تشوف بعد سنه